السلام عليكم، ازيكم حبايبي حبايب جنيه ونص. كل سنه وانتم طيبين وتنعاد عليكم الايام بالف خير يا رب. خلاص بكره رمضان، اللهم تقبل منا وسلمنا الى رمضان وسلم منا رمضان يا ارحم الراحمين. بصوا يا بنات، انا النهارده راجعه بتحدي جديد، وهو تحدي احنا خلاص الحمد لله عملنا خزين رمضان من تحدي 10 جنيه. الحمد لله عملنا كميه كويسه جدا. انا ما جبتش مكرونات من تحدي ال 10 جنيه دوت. انا يعتبر خلصت بند المكرونات وخلصت بند التوابل، وجبت شويه حاجات حلوه جدا. شوفوها في الفيديوهات بتاعت تحدي ال 10 جنيه. النهارده جايب تحدي جديد، وهو تحدي ال 20 جنيه او اللي ربنا يقدرك عليه. انا عامله التحدي دوت مخصوص عشان خاطر كل سنه وانتم طيبين، الفتره بتاعت العيد. احنا طبعا عارفين فطورة العيد بتنزل كلها غالية، والشوكولاتات والحاجات دي كلها غالية. فانا عايزة ابدأ من دلوقتي اجمع اي مبلغ اقدر عليه، بحيث ان هو يساعدني كمان في الفترة بتاعة العيد. فاي برطمان عندك فاضي وابدأي معايا التحدي، واكتبي لي تحت في الكومنتات ان انت تبدأي التحدي معايا. بصي بقى، حطي فيها في اي فكة تفضل معاكي في اليوم. فضلت معاكي 10 جنيه، فضلت معاكي 20، 5، 15، 7، اللي يفضل معاكي فكة حطيه في البرطمان بتاعك. من هنا ان شاء الله باذن الله لحد يوم 25 رمضان ان شاء الله باذن الله، قبل كده ب5 ايام او باسبوع هفتح معاكم البرطمان ونشوف انا حوشت فيه قد ايه ينفعني او يساعدني في فتره العيد. لو انا حوشت 8 كيلو شوكولاته او اي حاجه من حاجات الفطره، هتهون عليا او هتخف عليا من مبلغ. يعني ممكن ان انا ان شاء الله باذن الله انا حاطه في مخي ان انا احوش او اجمع على الاقل نص المبلغ اللي انا هجيب بيه فتره العيد ان شاء الله، اذا ما كانش يعني ايه اكتر من كده. فانا النهارده ان شاء الله باذن الله هبدا معاكم التحدي. انا النهارده هحط 20 جنيه في البرطمان بتاع التحدي. على قد ما ربنا يقدرك انت حطي. قدرتي تحطي 10 ماشي، قادرة على 5 ماشي، قادرة 15 ماشي، 7 8 جنيهات فكة، اللي ربنا قدرك عليه حطيه في البرطمان ايه معاكي. ده كده النهارده خلاص يا بنات. ان كل سنه وانتم طيبين، بكره رمضان ان شاء الله باذن الله، اللهم تقبل منا رمضان يا ارحم الراحمين. ان شاء الله باذن الله على يوم 25 رمضان انا هفتح معاكم البرطمان بتاع الفطره قبل ما انزل، ونشوف فيه جمعت فيه قد ايه. اكتبوا لي لو انتم معايا في التحدي ده، اكتبوا لي تحت ان انتم معايا في التحدي، وان احنا هنكمل مع بعض ان شاء الله باذن الله. اشوفكم في التحدي تاني، والسلام عليكم ورحمه الله.